روسية غريبة خرج نداؤها المفاجئ في إمارة يقاس فيها كل شيء بالبزنس والسرعة والذهب. لم تكن تملك مالا ولا سندا، لكنها كانت تملك ما هو أقوى من ذلك. فوصل صداه إلى قمة الهرم في دبي شيخ محمد بن راشد آل مكتوم ليفاجئها بما لم تكن تتخيله. فعل لا يصدق وأموال حصلت عليها دون وعي. هي ليست مواطنة ولا تملك إقامة دائمة ولا حتى علاقات، ورغم أنها مجرد سائحة روسية جاءت إلى دبي في رحلة سياحية مع والدتها وابنتها، إلا أنها كانت تملك ما هو أكثر من ذلك. عاونها حينما تقطعت بها السبل وفقدت كل شيء بعدما تحولت رحلتها إلى مأساة حقيقية. ناتاليا 57 عاما فقدت والدتها بسبب أزمة صحية مفاجئة ضربتها خلال الرحلة. دخلت المستشفى فاقدة للوعي، ثم رخمت روحها بعد تشخيص معقد لحالة في الشريان الأبهر. الرحلة التي بدأتها ناتاليا بابتسامة انتهت بكارثة لم تكن مستعدة لها. فواتير طبية باهظة، والدتها التي لا حول لها ولا قوة، وعجز كامل عن العودة إلى الوطن. في لحظة يأس فعلت شيئا بسيطا لكنه غير كل شيء. استغاثت واستغلت كل إمكانياتها، استجارت بأعلى صوتها بحثا عن المجير والجوار. النداء وصل، لكن المستغرب لم يكن وصوله بل من تلقاه. الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي سمع النداء، فرد عليه شخصيا وبموقف لا يمكن وصفه لا بالإنساني النادر. أصدر أوامره بتحمل جميع تكاليف علاج والدة ناتاليا في المستشفى الخاص، رغم أن حياتها قد حدثت انتهت بالفعل، ولم يكن عليه أي التزام قانوني أو سياسي أو حتى إعلامي، لكنه تحرك بصفة شخصية. ثم قرر أيضا تحمل نفقات نقل والدتها بالكامل إلى روسيا مع توفير تذاكر السفر لناتاليا وابنتها لمرافقة الفقيدة. كل هذا بلا طلب إثبات، بلا مقابلات، بلا شروط. هذه ليست أول مرة يفعلها، ومن يعرف دبي يعرف أن مبادرات الشيخ محمد بن راشد لا تقاس بالميزانيات بل بتوقيتها وببساطتها وبكمية الكرامة التي تعيدها للناس وهم في أشد حالاتهم ضعفا. هذه القصة رغم كل بساطتها صدمت الرأي العام الروسي، وتحولت إلى عناوين في كبرى الصحف لأنها أظهرت شيئا لا يشترى: الرحمة التي تتحرك من غير مصلحة. المناصب لا تعرف الرجال، الأفعال تفعل. وما فعله الشيخ محمد بن راشد لم يكن مجرد دفع فواتير أو تأمين تذاكر سفر، بل كان تجسيدا لفكرة قد نقرأها كثيرا لكن نادرا ما نراها على الأرض: القيادة الحقيقية هي التي تسمع همس الاستغاثة وترد عليه، حتى لو لم يكن الصوت من أحد رعيتك. حين تعجز القوانين تتحدث القلوب. وفي عالم باتت فيه الإنسانية تحسب بالأرقام، هناك من يثبت أن الرحمة لا تحتاج تصريح ولا جنسية ولا موعد. هناك من يستجيب فقط لأنه إنسان.